ليه وازاي وامتى؟ لو لقيت انك بتسأل نفسك الأسئلة دي يبقى انت محتاج تقعد وتسمع البودكاست ده، يمكن تلاقي إجابة على أي سؤال انت بتسأله لنفسك. أنا مايا رشاد، ودي 5 حلقة من بودكاست عندك واحد نطق وصلحه. زومبي السوشيال ميديا. ايه ممكن يجي في بالك بعد ما تسمع المصطلح ده؟ يا ترى بيجي في بالك شخص زومبي ما بينامش؟ تحت عينه اسود خالص ومش قادر يعمل اي حاجة ولا يتفاعل مع الحياة ولا مع الناس اللي على ارض الواقع؟ هل السوشيال ميديا قادرة فعلا تحولنا لزومبي؟ يا ستار يا رب. انا الحلقة دي جاية اتكلم عن الاشخاص اللي بقت السوشيال ميديا هي شخصيتهم الوحيدة والملجأ الوحيد ليهم عشان يكونوا شخصية وحياة مزيفة غير حياتهم الحقيقية. تخيل لو عندك فرصة انك تمثل انك عايش حياة غير حياتك الحقيقية، هتختار تمثل الدور ولا لا؟ في اشخاص بتختار ان السوشيال ميديا تبقى الكومفورت زون بتاعتها وتشارك فيها ارائها ومعتقداتها اللي مش عارفه تشاركها ولا تناقشها على ارض الواقع، وفي ناس بتختار انها تعيش حياه مزيفه تماما وبعيدا كل البعد عن حياتهم الحقيقيه، ويبداوا ينقلوا لك حياتهم من المنظور اللي كانوا نفسهم يعيشوا فيه، او بمعنى اصح المنظور اللي هيخليك تركز معاهم وتديلهم اهتمام. بيتغذوا قوي على الاتنشن بتاعك وبيحسوا ان شخصيتهم اكتملت بعدد الفولورز واللايك والكومنتس، فانت كده بتسمح لهم ان شخصيتهم المزيفه تقوى اكتر، وبالتالي هيكملوا في اللي بيعملوه وكمان هيبقوا مستمتعين بيه. كل فتره هيخترع قصه جديده كل ما يحس ان الاتنشن بدا يقل، زي خناقات البلوجرز والحوارات اللي بتطلع فجاه وبتلاقي نفسك اتسحلت مع ان انت من جواك مقتنع ان كل ده هبل او اصلا انت مالك. في متلازمه اسمها متلازمه الشخصيه الرئيسيه، ودي اكتشفوها بسبب السوشيال ميديا. الحالة دي في علم النفس وصفوها بأن الشخصية بتبقى شايفة نفسها بطلة الفيلم، وإن كل حاجة بتدور حواليها هي بس، وإن الناس كلها مستنية أخبارها ومهتمة بيها. وده هنلاحظه في إن دايما البلوجرز بيحسسوك إنك مهتم تعرف كل حاجة عن حياتهم ويعيشوك معاهم، زي مثلا الترند المعروف Guess Baby Boy or Girl، كأن مثلا هيفرق معاك جدا في حياتك لما تعرف نوع الجنين بتاعهم ايه. في نوع تاني من البلوجرز اللي بيقولوا دايما ناس كتير سألتني عنه وهو لحد أصلا سأل ولا اهتم. وفي نوع تالت اللي يطلع يديك نصايح في موضوع معين وهو غير مؤهل تماما انه يتكلم فيه، هو بس عنده شوية فولورز وشايف ان دول جماهيره اللي متابعينه عشان يسمعوا نصايحه وآراءه وكمان يعملوا بيها، في حال اصلا ان ده ما كانش الكونتنت بتاعه في الاول اللي الناس كانت متابعاه عشانه. في بقى النوع الرابع اللي بيحسسك انه عامل لك اقامه عنده ببلاش، الاشخاص اللي بيشاركوك حياتهم كلها من اول ما يصحى لحد ما ينام، بيصور فطاره وغداه عشاء. طب بالهنا والشفا، ايه المطلوب؟ او اللي ياخد سكرين شوت انه طلب اوبر وينزلها سكرين، طب يا سيدي توصل بالسلامه. بيشاركك اداء التفاصيل مع انه عارف انها مش هتفيدك في اي حاجه، بس هو جوه دماغه عايش جوه دنيا لوحده ومش شايف فيها غيره. ملحوظه، في نوع من الكونتنت اللي هو بيشارك اللايف ستايل بتاعه، اللي هو مثلا انا بصحى بدري عشان ابتدي يومي بدري والعب رياضه، ده كونتنت من وجهه نظري مفيد جدا، اللي هو بينقلك اللايف ستايل بتاعه الهيلثي عشان يحفزك، وده بعيد كل البعد عن النوع الرابع. الشخص اللي بيعاني من المتلازمه دي بيبقى عنده هوس ان كل الناس مركزه معاه وان الكل مركز في حياته، مع ان اصلا ده كان الهدف بتاعه من البدايه، بس بيجي في فتره بينزعج وبيبتدي يحس بحاله من التهديد، مع ان برضه لو الاتنشن بتاع الناس ده اختفى من حياته هيبقى منزعج، فانت ما بتبقاش فاهم هو عايز ايه. بعض علماء النفس صرحوا ان متلازمه الشخصيه الرئيسيه مش مصطلح علمي، بس بيطلقوها للاشخاص اللي بتميل لمعظم صفات اضطراب الشخصيه النرجسيه، لان بياخد معظم صفاته بس طبعا مش كلها. هم متشابهين في انهم دايما شايفين انهم محور الكون، ودايما هم ابطال القصه، وكمان انهم دايما بيحبوا ينقلوا لك الصوره المثاليه بس عن حياتهم، ودايما عايزين يصوروا لك ان حياتهم مميزه جدا ومليانه اكشن واثاره، وانهم كمان مش بيحبوا اننا ننتقدهم، مستحيل يتقبلوا منك اي نقد، ومعظمهم ما عندهمش اوبشن التعاطف مع الناس، هما بيتعاملوا معاك كأداة لشهرتهم مش اكتر. ممكن يستغلوا حدث معين إنساني في إنهم يطلعوا يتكلموا فيه عشان يكسبوا تعاطفك أنت، وده معظمهم بصراحة مش كلهم، بس الأكيد إن كلهم حياتهم مزيفة، 95% منها مش حقيقة أو بيصور لك جزء معين وبسيط بس منها، وأنت كشخص اخترت إنك تكون متفرج بس على السوشيال ميديا واقع ضحية وسط الصراع ده، وللأسف بتتأثر جدا بيهم وبحياتهم. وفي النهاية يعني اللي حابة أوصلهولك إن كل ده مش حقيقي، كلنا سهل علينا نخلق حياة مزيفة ونعيش فيها، وهقنعك إنها حقيقة، وهقنعك قد ايه انا مبسوط في حياتي، وهبتدي اتلاعب بنفسيتك وبعقلك، وانت في مخيلتك هتشوف ان احنا بعاد قوي يا لطيف، وقوم يا ابني سخن لك رغيفين تموين وطلع الجبنه من التلاجة. بس في الواقع احنا مش بعاد ولا حاجه، انا ممكن كمان الف قصه او ترند جديد واحاول اقنعك بيه واخد الاتنشن منك. عايز تتفرج على الاشخاص دي كنوع من انواع الفراغ والتسليه؟ تمام، كلنا بلا استثناء ساعات كتير بنتشد لحواراتهم، بس ما تخليش الاشخاص تقنعك انك عندك مشكله او في نقص معين في حياتك،
لأن لو فكرت بالعقل هتلاقي إن أغلب الأشخاص دي أصلا بيفتقروا لمعنى الحياة نفسها، وفقدين هويتهم الحقيقية، وفقدين السيطرة على نفسهم، وكمان غير قادرين إنهم يستمتعوا بالوقت اللي بيعيشوه، لأن لازم يصوروا اللحظة دي حالا وينزلوها ستوري. وفي النهاية يعني لو عايز أو حابب شوية نضج تاني أو عندك شوية أسئلة مش لاقي لها إجابة، ممكن مش أكيد تلاقي لها إجابة في البودكاست ده، يبقى استنى الحلقة الجاية.